ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بالليل مع الكتاكيت في اول يوم التحصينات. زي ما انتم شايفين كده منظر المية معايا. بالرغم ان المنظر مش كويس، بس انا بحبه قوي. بيقولي ان الكتكوت معايا شرب وما شاء الله، ووسخ السقاية يبقى الكتكوت الحمد لله شرب. زي ما انتم شايفين معايا المنظر، الكتكوت معايا بيتحرك وحيويته كويسة. احنا استقبلنا 8 ساعات على معلقة سكر ممسوحة، وكمان 3 سنتي من محلول الجفاف. انا دلوقتي نظفت العلافات بتاعتهم، كانوا عاكينها خالص، وحطيت لهم اكل تاني. انا النهارده محطتش بيض علشان النزلات المعوية وكده في الصيف. بلاش نحط بيض لمدة 5 ايام، وبعد كده ممكن احط بيض بقى. انا دلوقتي نظفت السقايات زي ما انتم شايفين، ما عادش فيها اي حاجة. ودلوقتي هنستقبل الفراخ على مضاد حيوي اول يوم علشان الحر اللي احنا فيه. لازم نستقبل من اول يوم بالليل مضاد حيوي بشري تنفسي بتاع الاطفال. انا ما بفضلش اي علاجات تانية، انا بفضل العلاج بتاع الاطفال علشان درجة الحرارة اللي احنا فيها. وجربت كتير الصراحة برضك علاج بيطري، ده كان احسن حاجة معايا. علاج الاطفال بتاع التنفسي بحط 1.5 سم على الرجل زي ما انتم شايفين كده في المية. وهو نفس السعر، يعني انت لو جيتي تشوفي الفرق في السعر، لا هما الاتنين نفس السعر. بالعكس انا شايفة ان البشري افضل بكتير. ودي برضك نصيحة قلت اقولها لك. انا بستخدم ايه ما شاء الله. زي ما شايفين معايا كتكوت معايا الحويصلة بتاعته ما شاء الله مليانة، يبقى واكل وشارب الحمد لله طالما عاملة كده. كنت عايزة انبه على حاجة، ان احنا مشغلين لمبتين علشان المكان عندي كبير شوية. وبقفله بمشمع، وبرضك هوريهولكم في اخر الفيديو. علشان درجة الحرارة ملناش دعوة في صيف او شتاء، هما لازم يقعدوا في درجة حرارة 33. لازم درجة الحرارة تكون مناسبة لهم علشان الفرخ ما يعياش. زي ما انتم شايفين هو نايم ازاي وفارد رجليه، يبقى كده هو درجة الحرارة مناسبة له. ولو عايزين اي استفسار قولولي وانا هرد عليكم. متنسوش الاشتراك في القناة واللايك بتاعكم الجميل. ونهاية الفيديو هوريكم ازاي انا قفلت عليهم وازاي سايبة مكان للتهوية. زي ما انتم شايفين انا قافلة بمشمع اهوت، وسايبة بس التهوية ديت لهم. لازم اسيب لهم بردك تهوية علشان بردك يبقى درجة الحرارة مناسبة لهم. والسلام عليكم ورحمة الله.